يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين، صباح الورد عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ما اقولكوش بجد بجد، وحشتوني. ما اتاخرتش اهو. هي خدمه عشان اللي طلبوا مني ما تتاخريش. انا قلت لكم اول ما تطلبوا مني ان انا ما اتاخرش وتشجعوني ان انا انزل فيديو كل يوم مش هتاخر عليكم خالص. طيب انا ما نزلتش امبارح على فكره الفيديوهات دي موجوده معايا. اول ما لقيت بقى اخواتي وحبايبي بيبعتوا لي ما تتاخريش تاني، رحت رد على كل الكومنتات دي وكتبت حاضر انا مش هتاخر تاني اكيد. فقررت ان انا لا، تشجعي بقى وخلي عندك بقى نشاط كده، ولازم زي ما هما بيحبوكي وعايزين يشوفوكي تنزلي لهم فيديو كل يوم. وانا تمام التمام وهبسمع الكلام اهو انا واحده بسمع الكلام قبل اي حاجه، وقبل ما نشوف التراب وقبل ما نشوف النشاط بتاع النهارده يا ست هانم. تنزلوا كده على طول تشتركوا في القناه، تنزلوا تعملوا لايك وكومنت حلو ودعوه حلوه وزي العسل وزي السكر يا ناس، يا زي السكر. الله الله، وحشني الكلام معاكم، وحشني بقى المزاج الحلو. عارفين اللي هو انا النهارده مزاجي عنب زي ما بيقولوا، مزاجي حلو قوي. طب في ايه وعملتي ايه؟ هقول لكم كل حاجه، بس عملتوا اللايك؟ هي قبل ما هقول دلوقتي انا عايزه كله ينزل يعمل اللايك الاول علشان تشوفوا بقى النشاط بتاع النهارده. نشاط بصوا يعني من الاخر. طيب النهارده الفيديو هتلاقوه كامل متكامل، هتلاقوا فيه روتين، هتلاقوا فيه اكل، هتلاقوا فيه رغيه، هتلاقوا فيه تراب، هتلاقوا فيه نظافه، هتلاقوا فيه ريحه حلوه كده وعطور حلوه جميله. ويعني بصوا كامل، فيديو كامل متكامل. طيب انت فرحانه كده ليه؟ يعني شوية حاجات كده ظروف عندي ومفاجآت كتير ان شاء الله هتحصل الايام الجايه. ومن ضمن المفاجآت طول ما انا مبسوطه هتلاقوني بنزل فيديوهات حلوه، ويعني حاجه كده من الاخر. طيب ايه تاني؟ عايزه اقول لكم ان كل فيديوهات الانتساب كده كلها خلاص نزلت النهارده من الصبح. انا بنزل من امبارح وكله نزل من الصبح النهارده وكله تمام. عايزه اقول لكم فيديوهات تحفه، وفعلا كان فيها مفاجآت. زي ما بيقولوا انا كل جديد عندي، زي ما بيقول كل فيديوهات الانتساب كلها مفاجأة. يعني اللي هيخش مش هيندم. عملت حاجات كتير، الفيديوهات شاملة حاجات كتير غير باقي القنوات التانية اللي بتنزل كل اسبوع مرة ولا كل 15 يوم مرة. نو ما عندناش الكلام ده. انا معايا اخوات قد الدنيا بيشجعوني، بيقولوا لي احنا عايزين فيديوهات انتساب على طول وكلها جديدة. فطبعا كلها جديدة وكلها حصريه وما عنديش حاجه قديمه. طيب عملنا ايه النهارده؟ او فيديوهات النساب بتاعت امبارح كانت تحفه ما اقولكوش. بلبطنا في الميه شويه، وخدوا من البلبطه دي بقى ايه الايام الجايه. يعني بصوا مفاجآت عايزين نبلبط بقى كده، وهتلاقوا روايح وهتلاقوا رغاوي وهتلاقوا حاجات جامده وشامله حاجات كتير. يعني شامله كامله متكامله وكلها حصريه. واللي مش موجود في الانتساب انتوا حرين، هتضيع منكم حاجه جامده. فانتوا حرين، انا بقول لكم وخلاص نصيحه. خشوا الانتساب وكملوا عيلتي كمان كبروها. والناس اللي موجوده ده شرف ليا، انتم مشرفيني ومنوريني. وعلشان خاطركم انا بنزل فيديوهات كلها حلوه وجميله وبتبقى بصوا زي العسل وزي السكر، والحمد لله بتنزل فيديوهات تحفه. وبتوع الانتساب بقول لكم مفاجأة هتبقى البوم الفيديوهات الجاية بتاعت الانتساب الجاية. انا هبدأ اصورها، او يعني عشان مبقاش كدابة صورت منها حاجات. ف ف فيديوهات الانتساب الجاية البوم وتحفة التحفة غير بتاعة النهاردة وامبارح. ده خلوها سر عشان الناس اللي مش موجودة في الانتساب هم اللي هيخسروا، هم اللي مش هيشوفوا الحاجات والحلويات والشوكولاتات اللي موجودة عندنا. وطبعا كل ما نعلى بالمستوى بتبقى حاجات عالية. فكل اللي مش موجود براحتكم خليكم، والناس اللي موجودة هنا برضو مشرفيني ومنورين. قولوا لي بقى بتشوفوني منين، من اني بلد، من اني دولة؟ عايزة اعرف كل حاجة عنكم زي ما انتوا اخواتي وحبايبي. وطبعا انتوا كل هنا ما تشجعوني وتقولوا لي نزلي فيديوهات. يعني امبارح جات لي كومنتات حلوه كده خطيره جميله، انت ما بتنزليش فيديوهات كل يوم ليه؟ ادينا بنشجعك، فين بقى الفيديوهات؟ قلت لكم حاضر انا مش هتاخر عليكم تاني. وفعلا انا نفذت
مش هتاخر عليكم تاني، وهنكون مع بعض في كل الفيديوهات اللي موجوده. يعني معنى ايه كده؟ يعني معنى كده اللي مش موجود في الانتساب هو اللي هيندم. انا بقول لكم سر سر سر، وللناس اللي موجوده اهلا اهلا، مشرفيني ومنوريني ومكبريني. فيلا بينا يلا بينا نشوف بس النهارده الفيديو بتاع النهارده. وعامله لكم اكله خطير جميله، اكله النهارده مصريه بصوا من الاخر. وعملنا التراب وشلنا التراب وخلينا الدنيا زي الفل وبنظام، وانتوا عارفين النظام عندي ملوش كلام. يعني بصوا كده كده هنخلي الدنيا زي الفل. فيلا بقى نشيل بقى كل الحاجة اللي موجودة على الترابيزة دي كلها، هندخلها طبعا المطبخ. والحاجة اللي عايزة تتحط في التلاجة بتتحط، والحاجة اللي تتحط على ترابيزة. يعني بصوا من الآخر كده ابقى الدنيا بتبقى منظمة اكتر من الكركبة اللي انتوا شايفينها. انا خليت الدنيا زي الفل، والدنيا بتبقى يا جماعة هو كده. انتوا كل واحد عنده حياة، كل واحد عنده اطفال، ربنا يخلي لكم اطفالكم يا رب، واللي ما رزقهوش يا رب ربنا يديله ويرزقه بيه طفل ولا 2 ولا 3 باللي نفسه فيه. فاي بيت فيه اطفال لازم يكون كده، حاجه شمال وحاجات يمين وحاجات واقعه ولعب واكل حاجه كده، هي دي الحياه. فالحياه يا حبيبتي قومي خلصي اللي وراكي. طبعا انت دلوقتي لو وراكي حاجه حطي التليفون معاكي كده في المطبخ وافتحي الفيديو بتاعي وكملي الفيديو. بس استني، عملتي اللايك؟ لا. عملتي اشتراك؟ لا. كتبتي لي كومنت حلو ودعوه حلوه علشان تشجعيني؟ لا. يعني اشمعنى انا بشجعكم؟ يعني اشمعنى بديكم طاقه ايجابيه؟ عمركم شفتوا طاقه ايجابيه زي اللي انا بديها لكم دي عند حد تاني؟ اوعوا تقولوا موجوده عند حد تاني. كل جديد عندي، وكل طاقه ايجابيه عندي، وكل حب بجد بجد. انا بعمل الفيديوهات دي بحب بجد، انهم انتوا اخواتي وحبايبي اللي طلعت بيهم من الدنيا دي. عارفين انتوا بقى اللي طلعتوا من الدنيا دي. لما اي حد يكتب لي كومنت حلو ودعوه حلوه الموضوع بيختلف جدا بجد، بتبقوا مشجعين بطريقه رهيبه. فعشان كده انا كل طاقه ايجابيه انتوا تديها لي انا لازم اطلع واديها لكم، وتحسوها زي ما انا بحسها منكم بالظبط. طبعا غير بتوع الانتساب، ها غير بتوع الانتساب اللي مشرفيني وكلامهم زي العسل وزي السكر بجد. هو ده الكلام الحلو اللي بصوا بيدوب دوب زي ما بيقولوا. فمستنياكم كلكم تشرفوني وتنوروني. هنا بقى نكمل الكركبه. ايوه قولوا كده قولوا كده قولوا كده. انت ايه الكركبه اللي انت عايشه فيها دي؟ هتشوفوا دلوقتي حاجه رهيبه، هتشوفوا دلوقتي الدنيا هتبقى زي الفل. مش بسيب حاجه غير لما تتمسح او تتغسل او تتنفض او تتشال كل التراب من عليها. انا بعمل كل حاجه. طيب انت عملنا اكل ايه النهارده بعد الرغي ده كله؟ خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا. طبعا عايزين اقول لكم دلوقتي واحرق لكم الاكله ازاي. يعني انتوا عمركم شفتوا كده؟ ودلوقتي اهو بننضف ونشيل ونحط. احنا موراناش حاجه غير كده. يعني قبل عيالك ما يجوا قومي اشربي حاجه الاول، تمام التمام وزي الفل ومزاجك يبقى عنب كده، وتفطري لك حاجه خفيفه وتقومي تشوفي اللي وراكي عقبال عيالك ما يجوا بالوش بتاعهم بقى، والمدرسه يا ماما، وعما صاحبي عمل لي وصاحبتي عملت لي وضربتني وضربني والمدرس قال يا اختي وش وش وش. فضي دماغك، انا عايزاكي تفضي دماغك معايا. شفتي بسليك ازاي؟ شفتي؟ عمرك شفتيها مع حد؟ عايزه اقول لكم كمان ان القناه التانية فيها فيديوهات حلوه قوي قوي. لو عايزين تشوفوا لي فيديو تاني غير ده روحوا هناك هتشوفوا له فيديو تاني غير ده. ولو مش عارفين قولوا لي وانا اكتب لكم اللينك وروحوا شوفوه. وطبعا الانتساب اللي هنا غير هناك، ده سر. اوعوا تقولوا لحد الانتساب هنا غير هناك خالص. ودي دي غير دي. اللي حابين هنا اهلا وسهلا، اللي حابين هنا لو حابين الاتنين ده شرف ليا طبعا. يعني ده الدنيا كده الدنيا تبقى حلوه جدا جدا جدا. طيب يلا بينا بقى نطبق شويه الحاجات التحفه اللي موجوده دي. لكل حاجه بقت متروقه وزي الفل. يا رب ما تكونش فيديوهاتي طويله وبتزهقوا منها وبتزهقوا من رغيي. انا عايزاكم تبقوا مبسوطين وفرحانين وربنا يفرح قلبكم كمان وكمان. وقولوا لي لو عاوزين فيديو اطول قولوا لي. وعايزه اسالكم على حاجه تاني، لو بدانا نفتح لايفات انا عايزه افتح الصبح قولوا لي افتح الساعه كام.
فيلا بينا، انا هكمل بقى الدنيا مع نفسي ونروح نشوف المطبخ علشان ما اطولش معاكم اكتر من كده، توحشوني جدا. يلا بينا نخش على المطبخ. النهارده بنعمل اكله محشي مصريه فحت. يعني ايه مصريه؟ يعني بالبتنجان الاسمر. حد عمل قبل كده محشي بتنجان اسمر؟ لو حد عمله قولولي ايه رايكم فيه. على فكره الطعم مختلف خالص عن البتنجان الابيض. ده محشي وده محشي، وده ورق عنب متفرز في الديب فريزر. بتفرزوه ازاي؟ بتجيبوا الورق العنب لما يكون الموسم بتاعه اخضر، وتكوني حاطه مش حاطه ولا حاجه، انت مش بتعملي له اي حاجه، يعني بترتبيه فوق بعض فوق بعض فوق بعض، الصغير على جنب والمتوسط على جنب والكبير على جنب، وبعدين ترصيه كده في اكياس مطبخ حلوه جميله، وتشيليها على طول في الديب. لما تيجي تطلعيه بيبقى تحفه معاكي. اوعي تشيليه وهو مسلوق، هتطلعيه مهري معاكي. تمام. احنا هنا بنحضر بقى الخلطه بتاعتنا. هنا دي ميه اللي هنسلق فيها اهو، ملح كمون مع الميه، ولو عصرة ليمون هتبقى الموضوع مختلف معاكي. شايفين؟ هنحط بقى الورق العنب كده اهو، ايوه كده. انا عايزه كل الورق العنب يبقى جميل كده، وهتحسي بجد الموضوع مختلف لما تعملي كده. بس عصوري عصره ليمون معاكي هيبقى جميل. طبعا عايزه اقولك المحشي ده من مشقاته، عندك فلفل، عندك كوسه، عندك بطاطس، عندك كرنب، وعندك حاجات كتير ممكن تعملي بيها نفس الوصفه. هنجيب بقى توم كده ونقطعه، وادي البصل على النار مع شويه زيت، بس كتري الزيت شويه، وهنحط معلقتين كده التوم، وادي الكمون والملح، ونقلب كل ده. انت اول ما لقيتي البصله معاكي بدات انها تصفر، بدأ حطي التوم. ما تحطيش التوم مع البصلايه اول ما تحطيها، الموضوع هيمرر منك. عايزه اقول لك بقيه الوصفه موجوده في القناه التانية، روحي كمليها هيعجبك قوي قوي قوي. فانت لو عايزه اي وصفه، عايزه اي اكله، عايزه اي حاجه، اكتبي لي كومنت وهنعمل الاكله دي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. ممكن نعملها بكميات صغيره عادي على فكره. قولي لي بقى المحشي بتعمليها كده ولا ليه طريقه عندك تانية؟ لو لقى طريقه عندك تانية عرفيني بيها، واديني بنتعلم مع بعض. انا طريقتي اديني وريتها لك، وانت تقولي لي طريقتك بتعمليها ازاي. احنا هنا حضرنا لعصير الطماطم، عصرناه في الكب او في الخلاط بتاعنا، والرز غسلناه، وعندنا الخضره بتاعتنا اللي موجوده، كزبره، شبت، بقدونس. انا مش عارفه عندكم تبقى اسمها ايه. حطينا عصير الطماطم اهو. عايزاها سبايسي حطي معلقتين فلفل احمر تكوني عاملهم في الكبه، او شطه. كل ده هيختلط مع بعض، واول ما تحطي الرز والخضره الموضوع هيبقى حلو قوي قوي قوي. تقعدي تقلبي بقى لغايه ما تسبك معاكي وتبقى حمرا كده جميله خطيره. ادي بدات تتسبك، بصوا احمرت ازاي. كل ما هتسيبي الطماطم على النار تتسبك هتحمر معاكي اكتر. هنحط الملح بتاعنا، هتحطي بقى كمون، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، شويه كزبره، ودي التتبيله بتاعتنا. شوفي بقى انت بتحطي التتبيله ايه، او متعوده التتبيله عندك تعملها ازاي. الف هنا وشفا على اللي هياكل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل. كل يوم وصفه معايا، وكل يوم اكله، وكل يوم فيديو جديد بتفاؤل جديد وطاقه ايجابيه ان شاء الله. بحبكم جدا جدا وبشكركم، وانتظروني وشجعوني ان نقدر نرجع تاني اقوى من الاول. ده بكلامكم انتوا وبدعويكم الحلوه. مستنيه منكم دعاوي حلوه كتير كتير، عشان انا محتاجه دعاوي بجد جد الايام دي. بشكركم واقول لكم السلام، باي باي، وهتوحشوني جدا. الفيديو الجاي، باي باي.